بزاف د خوتنا المغاربة تيهاجموا وهبي، لائحة تاع العاطفة، لائحة ما فيهاش العاطفة، لائحة فيها العاطفة، لائحة. الإخوان، هذا كأس العالم، وهذا مدرب جديد وعنده أفكار ديالو وعنده السيستيم ديالو باش تيخدم، فهو خدا اللعابة اللي تيتماشاو ليه مع الأفكار تاعو. واخا كنا أنا واحد منكم اللي كنت نتمنى على الأقل، على الأقل سفيان بوفال يمشي لكأس العالم كتكريم للمسيرة تاعته وداك الشي اللي حقق، ولكن المدرب تيبقى أدرى بالأمور تاعو، خاصةً أن الراجل تبت الجدارة تاعته باش ما نبقاوش حتى نهضروا على الإخوان. محمد وهبي فهو تبت الجدارة تاعته، شفناه في كأس إفريقيا للشوبان، فيناليست خسر بواحد الطريقة ضد جنوب إفريقيا ولكن ماشي مشكل. مشى لكأس العالم د الشوبان، كنا عشنا هذيك الملحمة تاع كأس العالم د الشوبان، والفرق اللي لعب ضدهم لعب ضد المدارس الكبرى في العالم في كرة القدم وتفوق عليهم. شفنا السيد تكتيكيا متفوق، شفنا كذلك التسيير تاعو للمقابلات والتسيير الإفكتيف تاعو. السيد عرف اش تيدير، عنده هدف حتى هو، النتيجة راه تتبقى إلا ما دار والو راه غادي يمشي بحالو. المشكل اللي كاين هو حنا كمغاربة أي بطولة تندخلوا ليها ما عندناش إجماع، كنا شي تيشرق شي تيغرب، شي تيقول عنده الحق، شي تيقول ما عندوش الحق، كنمشيو فيها مزيان، كنمشيو فيها مزيان. كأس العالم اللي جاية رغم أن عندنا الماتش الأول مع البرازيل، البرازيل اللي تعتبر واحد الخصم اللي قوي، بغينا ولا كرهنا، ماشي البرازيل تاع شحال هادي، ولكن حتى المغرب ماشي المغرب تاع شحال هادي. البرازيل شفنا الرجوع تاع نيمار اللي تشوب مع الشعب البرازيلي بواحد الشكل كبير. نيمار واحد اللاعب اللي تكنيكمون مزيان وقوي وجيد، ولكن بدنيا راكم شفتوه في الدوري البرازيلي مع سانتوس، وشفتوه كذلك في النهاية تاعته مع الهلال ومع باريس سان جيرمان ومع بقى غادي وتيرجع اللور انه العمر والسيستم د الحياة تاعو، ولكن اللعاب تيبقى مؤثر. البرازيل المغرب على ما قرينا أن التذاكر نافذات، وهذه ماشي حاجة ساهلة في الم في 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 الأمريكان، أن مقابلة تاع البرازيل المغرب ما بقاش فيها حتى تذكرة، كلشي تباع، والتذاكر وصلوا لواحد الأثمنة خيالية اللي تتجاوز ال10,000 درهم، اللي تتجاوز ال1000 دولار الإخوان. دونك تتبقى كأس العالم جاية، حنا ما عرفناش اش يقدر يدير فيها المغرب، ولكن عندنا ثقة في هذا المدرب هذا، خاصة تفرجنا فيه في كأس العالم د الشوبان، كان أداء رائع، سير البطولة بواحد الشكل جيد، تيعرف يقتصد في ليفور، تيعرف تكتيكيا، تيعرف مفاتيح اللاعب، كذلك التحليل تاعو للمقابلات تيكون جيد. عندنا عناصر جيدة، عندنا عناصر مزيانة. أنا بيني وبينكم اللاعب اللي تيبان ليا غادي يكون مفاجأة تاع هاد كأس العالم هادي هو ياسر جاسم، إنه لاعب تكنيكمون مزيان وقوي، وسريع وتيجيب دي فوت اللي مزيان، وكذلك عنده تمريرة الأخيرة عنده مزيانة. عندنا إبراهيم دياز شفناه كي تيتألق مؤخرًا مع ريال مدريد ملي تعطاتو الفرصة، و100% غادي يعوض ضربة الجزاء اللي تضيع في كأس إفريقيا. عندنا كذلك عز الدين ناحي اللي كان المستوى تاعو مع جيرونا رغم أنه طاح، ولكن كان مستوى مزيان. شفنا الرجوع تاع سفيان مرابط، اعتمد على الخبرة، لأنه كاين سفيان مرابط وكاين العيناوي وكاين ناحي وكاين الخنوس وكاين الصباري، هادو كاع لاعبين مزيانين، ولكن حاول يجيب لاعب تاع الخبرة اللي يقدر يحتاجو. شفنا كذلك قلب الدفاع فمشى ب4 لاعبين رغم تواجد نايف أكرد اللي باقي ما تشافاش، ولكن أكيد عنده رؤية ولا أكيد خدا ضمانات أنه غادي يتشافى من هنا واحد من هنا يوصل لكأس العالم. وكذلك راه باقي عنده سعدان في اللائحة في الريزيرف. عندنا كذلك حكيمي، راه ما يمكنش نناقشوا حكيمي وتنتمناو ليه يتي تشامبيونز ليغ مع باريس سان جيرمان، تشامبيونز ليغ الثاني على التوالي تنتمناو عليه، انه غادي يكون واحد الانجاز رائع للاعب مغربي. عندنا مزراوي حتى هو بالمستوى تاعو وشفناه يقدر يكون حل في قلب الدفاع الا بيلعب بثلاثه المدافعين. عندنا كذلك الزلزولي اللي المستوى تاعو هذا الموسم كان جيد، كاين الصباري كذلك اللي تا احسن لاعب في الدوري الهولندي. يعني المدرب كاين واحد الناس تيشككوا في رحيمي والكعبي، ولكن راه هادشي اللي عندنا في المنتخب، راه عندنا رحيمي، عندنا الكعبي، عندنا النصيري ما جاش، عندنا داك الوليد اللي تيلعب في المغرب الفاسي بن جديدة ولا بن جديدة اللي كان في الرجاء، ولكن راه المستوى هو تيقلب على مستوى اللي بدنيا غادي يمشي معاه، انه كاس العالم إلا عقلتو تاع 2022 راه حنا طحنا بدنيا، داك الشيء علاش خسرنا قدام فرنسا، انه الاصابات لو نيفو فيزيك تا هو بقى غادي تيطيح، داك الشيء علاش ما درنا والو قدام فرنسا.
دونك هذه هي الشوفة تاعتنا حنا في هاد كأس العالم، غادي نتبعوها معكم الإخوان. أنا كمغربي فنتبع أخبار بلادي، ووقت ما كانت شي حاجة اللي حاب نهضر فيها فغادي نكون مع خوتي. شكرًا لكم بزاف، ربي يحفظكم، وربي يحفظ أهلكم، وربي يرزقكم كاملين. السلام عليكم ورحمة الله، إلى فيديو قادم إن شاء الله.